أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الأيام المباركة مقبلون على أيام 10 مباركة أقسم الله بها في القرآن فقال: والفجر وليال 10. قال بعض العلماء: هي أفضل أيام الدنيا على الإطلاق. وهناك سنة حميدة قد ثار جدل حولها، وهي قضية الإمساك عن قص الشعر والأظافر في هذه الأيام المباركة. الناس أيها الإخوة يرجحون دائما أن إذا استهل هلال ذو الحجة فعلى الإنسان عليه أن يمسك عن أشعاره وأظفاره وجوبا. وفي الحقيقة هي نعم سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذو الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن أشعاره وأظفاره. ولكن المسألة في حقيقة الأمر هي من المسائل الخلافية التي يختلف فيها العلماء أيها الإخوة. فيرى فريق من العلماء أن هذا الأمر أمر قضية قص الأشعار والأظفار في هذه الأيام هو أمر واجب، كما كنتم تستمعون إلى ذلك في حديث أم سلمة. ولكن الذين أخذوا بهذا الحديث هم الظاهرية. ولكن الناس يعرفون الحديث ولا يعرفون الفقه ولا يعرفون التفصيل في هذه المسألة. فهذا الأمر ليس بأمر واجب، حتى يرى بعض علماء الحديث أن هذا الحديث حديث أم سلمة ذكروا أنه من أفرادها، أفردت هذا الحديث وحده، ولم تكن الرواية فيه واصلة إلى حد التواتر أو إلى حد الرفع. ويرى فريق آخر وهم جمهور العلماء والمالكية وغيرهم أنه لا حرج ولا ضير في أن يأخذ الإنسان من أشعاره ومن أظفاره حتى ولو أراد أن يضحي. فهذه المسألة أيها الإخوة لا ينبغي التعسير على الناس، ولا ينبغي أن نحمل هذه المسألة على الوجوب، فالمسألة ميسرة وفيها يسر على الناس. فمن أخذ في هذه الأيام من شعره ومن أظفاره شيء فلا حرج ولا شيء عليه. ومن أمسك أيضا أيها الإخوة عن شعره وأظفاره فله ذلك أيها الإخوة، والأمر فيه يسر وفيه تيسير على الناس. فالشيء الذي أردت أن أقوله أيها الإخوة: لا ينبغي في مسائل كهاته أن نحمل الناس على رأي واحد، أو أن نجبر الناس أن يعملوا بعمل معين. والقضية في الشرع فيها يسر وفيها تيسير على الناس، والله الموفق وهو يهدي السبيل. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.